العنصرية واحدة من المشاكل اللي عمرها ما هتنتهي. انت كبني آدم مش ذنبك انك اتخلقت فقير او ليك ديانة مختلفة او لونك اسمر. وصول الفتى الاسمر للنجومية كانت حاجة مستحيلة، ودي مش مبالغة. في فترة الخمسينات والستينات كانت مقومات البطل السينمائي انه يكون وسيم وبشرته فاتحة، والأمثلة على المقومات دي كتير: عمر الشريف وأحمد رمزي وأحمد مظهر ورشدي أباظة. وفي السبعينات بقى برضه فضلت صورة البطل الوسيم اللي بشرته فاتحة مسيطرة على دماغ صناع السينما. في الوقت ده ظهر نجمين جداد على الساحة: محمود ياسين وحسين فهمي. في فترة السبعينات أحمد زكي كان بيدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، واتخرج منه سنة 1973. وبيبدأ أحمد زكي يظهر بعدها في بعض الأفلام بأدوار بسيطة زي البطنية وظهور وغيرها من الأعمال. لكن النقلة الحقيقية لأحمد زكي كانت لما شارك مع مجموعة من الشباب اللي كانوا لسه في بداية مشوارهم الفني زيه، وقدموا مع بعض أشهر مسرحية مصرية: مدرسة المشاغبين. والمسرحية قدرت إنها تحقق نجاح كبير. وبرغم إن أحمد زكي دوره ما كانش بارز أوي في المسرحية ومساحته كانت محدودة، إلا إنه بعد مدرسة المشاغبين اتعرف أكتر. بعد مدرسة المشاغبين عادل إمام جاتله النجومية، وكذلك سعيد صالح ويونس الشلبي. بس نجومية الاتنين دول كانت مختلفة شوية، هي كانت نجومية أفلام مقاولات وما تعتبرش نجومية برضه. أحمد زكي طول مشواره الفني تعرض للعنصرية لدرجة إن زمايله كانوا بيتريقوا عليه وبيقولوا له: يا ابني انت بلونك الأسمر ده مش هتعمل غير دور السفرجي والبواب. واستمرت العنصرية كمان من المخرجين. معلومة ناس كتير ما تعرفهاش: إن أحمد زكي كان هيشارك في فيلم الكرنك وكان هيعمل دور حبيب سعاد حسني، لكن للأسف أحمد زكي ما عملش الدور. وده بسبب إن الموزع أول لما شاف صورة أحمد زكي قال عليه: ده أسمر وشكله مش حلو، إزاي ده سعاد حسني هتحبه. واستمرت العنصرية على أحمد زكي، بس المرة دي العنصرية والتنمر كانوا من الجمهور. لما كان أحمد زكي بيعمل دور طه حسين في مسلسل الأيام كان بيسمع تعليقات مش حلوة من بعض الناس في الشارع، والتعليقات دي كانت كلها تهكم وسخرية. يا جماعة، هو طه حسين كان أسمر كده ازاي؟ ازاي الواد دوت يعمل الدور؟ كل الكلام ده كان بيجرح أحمد زكي نفسيا. لكن الفتى الأسمر كان عارف إن رحلة نجاحه مش هتكون سهلة، والتحديات هتقابله من كل حتة. عشان كده أحمد زكي قرر ما يستسلمش، وأثبت للمخرجين والجمهور إن وجهة نظرهم عنه غلط. أحمد زكي عمل أول بطولة ليه مع سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي، والفيلم نجح نجاح كبير جدا مقارنة بفيلم الكرنك اللي فشل، وده كان بمثابة رد اعتبار لأحمد زكي. ومن بعد شفيقة ومتولي تربع أحمد زكي على عرش السينما المصرية في التمانينات، وقدم أفلام لسه الجمهور بيحكي عنها لحد دلوقتي، مش بس عشان قصتها دي، كمان عشان موهبة إمبراطور التمثيل بانت في الأفلام دي. الأفلام دي: حب فوق هضبة الهرم، وكذلك أنا لا أكذب ولكني أتجمل، والبريء، والبداية، والبيه البواب، وغيرها من الأعمال. من ضمن الحاجات اللي بتفرق في مسيرة أي ممثل، ويا إما ترفعه لسابع سما أو تنزله لسابع أرض، هي حسن الاختيار. أحمد زكي كان ذكي جدا في اختياراته، وبالرغم من ده إلا إنه برضه كان ساعات بيخطئ في الاختيار وبيضيع أفلام حلوة منه. من الأفلام دي فيلم الحريف. مفيش شك إن دور فارس كان لايق جدا على عادل إمام، لكن أنا عايزك تتخيل لو فارس الحريف قدمه أحمد زكي، الفيلم كان هيكون مختلف خالص عن نسخة عادل إمام. يمكن ده أكتر فيلم أحمد زكي ندم إنه معملوش. في التسعينات أحمد زكي بريقه خفت شوية وبدأ يقدم أفلام تجارية. أحمد زكي هو أكتر ممثل قدم سير ذاتية، بدأها بطه حسين في الأيام، وجمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56، وأنور السادات في فيلم أيام السادات، وأخيرا عبد الحليم حافظ في فيلم حليم. عشان بعد الفيلم ده بيسدل الستار على أحمد زكي وبيرحل عن عالمنا يوم 27 مارس 2005 بعد مسيرة حفلة بالإنجازات. رحل بجسمه لكنه لسه عايش معانا بأعماله الخالدة اللي عمرها ما هتموت. وصول الفتى الأسمر للنجومية فتح الطريق لنجوم تانيين اتأثروا بأحمد زكي ولبسوا عبايته، زي محمد رمضان وعمرو سعد. وحضرتك بتتكلم عربي؟ أن الفنانة نجلاء فتحي دخلت السينما. العمل الرئيس السادات ده كان يعني الراجل ده يعني كان في. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.